يا ترى ادخل بنتي مدرسه ايه؟ بما ان ده الميعاد السنوي فيه تقديمات المدارس وبرده ميعاد الانترفيوز، اي حد عنده طفل في سن دخول المدارس بيدور على المدرسه المناسبه لامكانياته وفي نفس الوقت ياخد منها احسن حاجه. فبما اني بقالي كتير بدور قلت انفعكم بالحاجات اللي انا وصلت لها. بالمختصر كده، انواع المدارس ايه في مصر؟ اول نوع هو المدارس الحكوميه اللي بتكون مصاريفها من 300 جنيه ل 1000 جنيه، والمدارس دي بيكون كثافه الفصول فيها عاليه شويه. تاني نوع وهو المدارس التجريبي، والمدارس دي مصاريفها بتكون بتتراوح ما بين 1500 جنيه ل 5000 جنيه. المدارس دي ميزتها ان هي فيها انجليزي مستوى رفيع وكل المواد اللي بتدرس فيها بتكون باللغه الانجليزيه. ثالث نوع هو المدارس الخاصه، ودي مصاريفها بتتراوح ما بين 10000 جنيه و70000 جنيه، ولازم اخلي بالي من اختياري للمدرسه عشان كل مدرسه بتكون مختلفه عن الثانيه. في منها نوعين، المدارس الخاصه العربي والمدارس الخاصه اللغات، ولكن الاثنين فيهم انجليزي مستوى رفيع. النوع الرابع وهم يعتبروا نوعين، المدارس الحكوميه الدوليه والمدارس اليابانيه. الحكوميه الدوليه بتكون مدعمه من الحكومه ولكن بالمناهج الدوليه، ودي مصاريفها بتكون حوالي من 15000 جنيه ل 40000 جنيه. مشكلتها بس انها لسه ما خدتش الاعتماد الدولي، ولكن هي خلاص على وشك تاخد الاعتماد ده. المدارس اليابانيه ماشيه بنظام التوكاتسو الياباني، وده نظام بيعتمد على ان كل طفل يعتمد على نفسه، ومصاريفها بتبدا من حوالي 13000 جنيه. خامس نوع هو المدارس الازهريه، ودي ليها نظام مختلف شويه لانها بتهتم بالعلوم الدينيه جنب العلوم الدنيويه. مدارس الازهر فيها مدارس حكوميه مصاريفها رمزيه، بتكون حوالي من 500 جنيه ل 1000 جنيه، وفي الازهر النموذجيه ودي بتكون مصاريفها اغلى شويه من 1500 جنيه ل 3000 جنيه، ويقال ان المستوى الاكاديمي فيها اعلى شويه. وفي معاهد ازهريه خاصه ودي بيكون مصاريفها اغلى شويه، بتكون من 30000 جنيه لحوالي 40000 جنيه او اكتر حاجه بسيطه. رقم 6 وهي المدارس الدوليه، ودي فيها 3 انواع، الاي جي والامريكان والاي بي، ودول مصاريفهم بتتراوح ما بين 70000 ل 300000 جنيه. لو عايزين تعرفوا معلومات اكتر عن كل نوع من انواع المدارس عشان تقرروا هتدخلوا ولادكم ايه، اكتبوا لي في الكومنتات وان شاء الله اعمل لكم فيديوهات تانية عن كل نوع من المدارس بالتفصيل. انا كده حيرتك اكتر صح؟ انا كمان محتاره زيك. قولي لي ابنك دلوقتي داخل المدرسه وعملتي ايه واخترتي مدرسه ايه؟